اهلا بيكم مره ثانيه ورجعنا لكم ومعانا رسام الكاريكاتير الاستاذ فراس حجاج. نرحب بيه. اهلا بيك يا استاذ فراس. ازيك يا استاذ علي؟ منور الاستوديو. ربنا يخليك. انا ما عرفتش افك الكرافته والجاكيت النهارده عشان المايك متركب في الجاكيت. الفصل كان قصير. المره اللي فاتت انا قلت هنرسم سوا بقى وعشمتني وفي الاخر بعتني. ان شاء الله. ايه الاخبار؟ كل يوم فكره جديده وكل يوم مناقشه في افكار جديده وجميله ان شاء الله. قول لنا بقى، اخترت لنا اول رسمه. هو عموما هنركز الحلقه دي، اسمح لي، على الاعلام العربي عموما وتاثير الاعلام ده نفسيا على المواطن، ودي ان شاء الله تكون رسمتنا النهارده عن المواطن المصري. تمام. الاعلام، اول رسمه بالنسبه لنا ممكن نقول عليها الاستاذ عبد الله بصمجي. الرسمه عباره عن شخص في موجه زي الشخص الدايخ ده اللي هو بيجي فيه الاخبار او عينيه في وسط راسه، عينيه في وسط راسه، عينه دايخ ما بين القنوات الفضائيه، دوامه الفضائيات. هنا رسام الكاريكاتير الاستاذ عبد الله وضح ملحوظه مهمه جدا كمواطن عربي عادي خالص في ظل الدوامه الكبيره من القنوات الاعلاميه اللي موجوده، تناقضات اعلاميه وتناقضات خبريه، جزء صح وجزء غلط، شيء من المعلومات هنا صح وشيء من المعلومات هنا غلط. المهم في تناقض وفي الباس الكذب بالحقيقه والباس الحقيقه بالكذب وهكذا. مين اللي هيتحمل هذه المشكله ومين اللي هيقع في هذا الفخ؟ هو المواطن. صحيح. فبالتالي ان المقصود بالمشكله دي كلها عمليه توجيه ايديولوجي للمواطن. انا عايز اوجهه في اتجاه معين، ما اقدرش اخليه يوصل للحقيقه بشكل كامل، وفي نفس الوقت ما اقدرش اكذب عليه بشكل كامل. وهو هنا جايب لك اكتر من تلفزيون حواليه. نعم. والراجل عينيه اتشتتت، يعني بالضبط. كل تلفزيون باتجاه معين، دوامه. نعم. كل تلفزيون بخط معين عايز يجذب الراجل ليه. تمام. فالراجل عينيه حولت وبقت في وسط شنبه كبر فجاه، عينه وشه ورم. هي فكره جميله جدا استاذ عبد الله بصراحه. المهم باختصار هو التوجيه الايديولوجي للمواطن، حتى وان كان تشتيت المواطن نفسه. طبعا. الرسمه الثانيه خاصه برضو بالاعلام والحقيقه والكذب، وما وصلنا لهم الاعلام الرسمي. ده الاستاذ ياسر احمد. الاعلام الرسمي طالما المنشوره ديك لا، ده على الموقع الرسمي بتاعه. تمام. الصفحه الرسميه بتاعته في فيسبوك. الاعلام الرسمي عموما طالما من وجود ديكتاتور، وجود اداه اعلاميه، الاداه الاعلاميه دائما وابدا، ولو جينا لاحظنا واليوتيوب موجود والانترنت موجود للي عايز يوصل للحقيقه. اي ديكتاتور يحتاج الى وسائل اعلاميه. الاعلام الرسمي اخفى عن الحقيقه، بس يخفي الحقيقه عن مين؟ عن مواطن. يديه اللي هو عايز يوصل له بحيث ان يوجه المواطن في اتجاه معين، يخدم مصالح نظام معين، بغض النظر بقى ان المواطن ده هيستفيد من النظام ده او لا يستفيد. صحيح. يستفيد ده اقتصاديا، اجتماعيا، حياتيا، ايا كان. كويس. بس المهم ينفذ الايديولوجيه اللي الدكتاتور عايز يمشي بيها. المواطن لو فاق وعرف حقوقه ساعتها مش هيبقى فيه دكتاتور. هو يفوق لما يجوع. لا، مش حتى لما يجوع. المشكله ان حتى ثوره الجياع يعني لن تبقي ولا تظهر زي ما حضرتك قلت، بس هي المشكله كلها عاطل في باطل. مع الاسف. ومع الاسف هيبقى الحق هيلتبس بالباطل والباطل هيلتبس بالحق. ثوره الجياع دي مش هتتجمع في ميدان، يعني عشان بس يعني دي مشكله. لو ثوره الجياع نزلت الناس مش هتتجمع في ميدان، الناس هتنزل، اللي نازل من بيته هيبقى زي اللي ماسك شاكوش وبيكسر في اي حاجه قدامه. هي دي المشكله، وهتبقى مصيبه فوق التصورات، فوق الاحتمال ان ممكن حد يتحمل ده. نعم. انا بس في لفت نظري جزئيه في الرسمه دي، الحقيقه متكتفه ورا الجهاز الاعلامي، ورا الجهاز. يعني هل كده الرسام عايز يقول ان الاعلام الرسمي قاصد الاول يكتف الحقيقه وبعدين يطلع بصوره ثانيه؟ لان الحقيقه نفسها لو ظهرت للناس وللمشاهدين هيبان مدى كذب الاعلام نفسه، الاعلام الرسمي اللي بيخدم مصالح الدكتاتوريه ويخدم المصالح اللي موجوده. تمام. هنا ننتقل برضو جزء من الاعلام لوضع المواطن نفسه. القوى الشبابيه اللي موجوده في الوطن العربي عموما، في مصر او في اي دوله عربيه، معدل النمو السكاني نلاحظ ان الشباب فيها اكبر نسبه موجوده بالنسبه للسكان نفسهم، اللي هي ما بين مثلا هنقول 17 او 18 او 20 سنه لحد ال 35 او ال 40 سنه. نسبه الشباب عاليه جدا. صحيح. كمجتمعات عربيه انا بتكلم عليها. بس وجود احباط، طاقه ايجابيه موجوده عندي من خلال قرارات خاطئه، قرار سياسي، قرار اجتماعي، قرار اقتصادي، هيولد ايه؟
لوجود احباط في حاله في مجال الحياه نفسه للمواطن. فبالتالي هتكون النتيجه ايه؟ النتيجه وجود ارهاب. شخص وصل لمرحله الياس لا قادر يشتغل. لا بس هو هنا مش بيتكلم عن الارهاب، هو هنا اللي انا حسيته انه بيتكلم عن النشره السوريه. لا انا بتكلم عن الرسمه اللي بعديها. طب الدكتور احنا علاء اللقطة. الرسمه اللي عندنا ايه معلش، اللي هي اعرضوا لنا كده الرسمه اللي هي النشره السوريه. معلش احنا بس يبدو ان احنا سبقنا الترتيب. نعم. اللي هو بيتكلم عن النشره السوريه انها امتلأت بقت فوق 18، يعني ده المشاهد الدمويه. هنا زمان يقول لك فوق 18. هنا الاستاذ ياسر احمد وضح حاجه مهمه جدا اللي هي فوق الاعلام، ان صرخات الثكالى في سوريا وصلت لعنان السماء، في حين لسه الاعلام الرسمي اللي بيترجم قرارات ديكتاتوريات وقرارات انظمه حاكمه لسه بتفكر يعملوا تبديل للاسد ومن هو المناسب ومن هو غير المناسب، او اعاده تاهيل الاسد لانه يمسك نفس نظام الحكم. في حين لو لاحظنا ان ايد الست اللي بتصوت ان هي وصلت عنان السماء، في حين الاعلام بتاعنا لسه بيتكلم في يعني هي اللي بقت هي الموجه اللي بتبث هذه الاخبار. بالظبط. طيب احنا دلوقتي بتاعت الشباب، حضرتك طبعا قلت هنا الشباب. نعم. طاقة إيجابية موجودة من خلال قرارات أصلا سياسية خاطئة. والأنظمة بتضع الشباب في مفرمة التهميش. مفرمة التهميش ومفرمة الجهل ومفارم كتيرة جدا للأسف الشباب وقعوا فيها، مش بسبب وجود نظام خاطئ، بسبب وجود تعليم خاطئ. هتكون النتيجة إيه؟ صحيح. اسمها إرهاب. صحيح مع الأسف. طيب دلوقتي هنبتدي نشوف الرسمة بتاع حضرتك عشان الوقت ما يداهمناش. هي باختصار ان شاء الله، اتمنى بس ما حدش يزعل مني من الرسمه، بس يا ريت اول ما نيجي نوصل، لو واحد عايز يعالج نفسه او مجتمع عايز يعالج نفسه، الحقيقه ما بتزعلش. مش ده مثلا في مصر نقول الحقيقه ما بتزعلش حد؟ صحيح. حلو. لما نعترف احنا بحقيقه نفسنا، نعترف الاول بحقيقه نفسنا ووضعنا ومكاننا الحقيقي، وليس الاعلامي او انا فرعوني انا كذا انا كذا لا، الحقيقه دلوقتي. لان انا دلوقتي لو عايز ابني مجتمع، على الاقل اكون صادق ما بيني وما بين نفسي. انا كمجتمع المفروض اكون صادق ما بيني وما بين نفسي. وحتى اذا كان المجتمع صادق، السلطه نفسها غير صادقه ما بينها وما بين نفسها، وبتحلم احلام ورديه، في حين ان الشعب ايه؟ كل الكوارث شايفينها في مصر، كوارث طبيعيه مش عارفين يحلوها، كوارث اقتصاديه مش عارفين يحلوها، ازمه سياحه مش عارفين يحلوها، ومع ذلك مصر ام الدنيا. طب ام الدنيا على ايه؟ عايز افهم. فبالتالي لازم نواجه نفسنا كحقيقه، بعد كده نقدر نحل. ما قتلوا فيها حتى فكره الامومه للاسف يعني. طيب نبتدي اسمح لي بقى ابدا على طول. يا ريت بس ما تزعلش من الرسم. لا لو هنخلص بس ده مصريين يعني. لو زعلت من الرسمه بعد البرنامج هنتصرف مع بعض. طيب ماشي. اتفضل.
خلصت؟ تمام كده 100 بس من غير زعل. والله انت ونصيبك. احنا اتفقنا انا عندي شومه جوه في المكتب، هنواجه الحقيقه انا من عندي غير شومه، زعل. عندي شومه. انا شايفك عمال يعني بتعمل حاجات كده. مش مريحه. احنا قلنا نواجه الحقيقه من غير زعل. اما نشوف. وليه حق الرد وليه حق الرد. اما نشوف يا استاذ، اما نشوف. مين ده؟ انا مصري. انا مصري واخويا مصري. انا مصري واخويا مصري. انا مصري وابويا مصري. هي بتقول ابويا ولا اخويا؟ والله ما انا فاكر ابويا ولا اخويا ابن عمها. ما علينا، هو كلهم قرايب. هو كلهم قرايب، عيله واحده. اسره مع بعضين السنوات. للاسف. طب طلعوا لنا على الشاشه عشان الناس هنا انا اولا بعتذر ان انا برسم رسمه زي ديك، ولكن الحقيقه دايما بتوجع، فلازم يعني هنا انا المصري ليه؟ باختصار هو طيب يشحت واحد مكسور نفسيا، مكسور، حس شوف حتى حزينه، ضعيف جسمانيا، اللي على والحاجة. ايوه، الحرمان، كرامه، اكل، حريه، حرمان. بس لابس شبشب جديد يا استاذ فراس. الحاجه جديده. طب يعني عشان عايزينها تبقى خضراء، فلا الحاجه الخضراء الموجوده شبشب بصباع ده زي بعض. يعني الحصاد بالنسبه لانا مصري باختصار. يعني طبعا هنا انت حضرتك عنونت الرسومات بالاعلام، يعني دور المواطن، عشان بس النتيجه النهائيه. لا قول لي ايه دور في المواطن، يعني ايه تصورك، يعني ايه اللي في ذهنك؟ الاعلام عامل ايه خلال بقى كده يعني؟ هقول كيف كده؟ اعلام طول عمره بيكذب علينا، والكذب كذب فاضح. هم مش احنا، خد بالك. الاعلام للاسف كذب على الشعب المصري من اول ما نزل حاجه اسمها تلفزيون في جمهوريه مصر العربيه في الخمسينات حتى الان. اذا كان بيقول سطر واحد حقيقه، فبقيه الورقه كلها 10 سطور كله كذب. صحيح. مواطن قدامه اعلام هيتبرمج بيه مهما كان، الا من رحم ربي يعني. كويس. فبالتالي بقى عباره عن ترس جوه نظام فاسد، حتى وان كان الترس من جواه سليم، يعني حتى ان كان الشخص ده نفسه سليم، بس متابعته للنظام الفاسد ده هيخليه فاسد. حولته نظام فاسد، حولته انه ترس بيدور جوه مكنه كلها فساد. ده بالنسبه له، تخيل بقى بالنسبه لابنه، وبعد كده بالنسبه لحفيده، وهكذا 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 لحد ما وصلت لنا. كانت النتيجه في ايه؟ هو ده الاختصار. النتيجه تعليم مفيش. يعني انا كان فعلا دي عشان اوكي ماشي. مواطن بلا هويه، مش هنضحك على بعض. ماشي. لا بس عشان بص، كل اللي انت هتقول بلا هويه وبلا كرامه وبلا، بس الجوع انا عايزك بس تديني رؤيتك. الجوع ده حصل ازاي؟ الخلاصه كويس. مصر ما زالت في عالم ثالث، وبتقبع في قاع العالم، والمحصله يعني والاعلام بيقول لك احنا زي الفل. بالظبط. وما زال المواطن اللي المفروض لو هيمشي بالاحلام الورديه بتاع الاعلام كان المفروض يبقى حاجه ثانيه خالص. لكن الحقيقه هو اللي احنا شايفينه. ده الواقع، يعني ده اللي تسبب فيه الاعلام، انه عايشك في وضع ان انت هتبقى بعد كام سنه عندك غاز وبترول قد اللي في ليبيا والجزائر. الاعلام 40 سنه. الاعلام وسيله من وسائل الاقناع بالنسبه للمواطن، او اندحك عليه او اتنصب عليه، واخد بالك، من خلال نظام اصبروا معانا. انا مش احنا ما نقدرش ندي، بس الشباب يقدروا يدوا. وادي الشباب اللي كان في الجيل الخمسينات اللي انضحك عليه، برضه مطلوب من الشباب انه ينضحك عليه برضه، عشان لسه نستنى كمان 50 سنه من خلال الاعلام. طيب انا هختم بس بتعليق صغير. هو الشباب بتاع جيل الخمسينيات هو اللي النهارده نزل انتخب النظام. فده شباب ما بيحسش يعني، ده الشباب خلص يعني. الشباب اللي هو تحت ال90 ده احنا ان شاء الله بنعول على الشباب اللي هو اتولد في الثمانينات والتسعينات وما بعد ذلك ان شاء الله. هم دول. هو ده رد اعتقد يعني ده اوضح رد بالنسبه للاعلام. للاسف اعلام الانقلاب يقول انا مصري وانا كذا وانا كذا وانا كذا. والله هو ده حصل يعني. هو مش خير رمضان كان بيجيب البطاطين ويقول لهم بالظبط. لا ده انا مصري، ده الحقيقه. البطاطين وصلت. المفروض لو نقدر نواجهها بنفسنا، نواجه حقيقتنا بنفسنا، فانا هو ده. صحيح. طيب يعني بما اننا متضايق من الرسمه، فهنصفي حسابنا بعد الحلقه ونختم. احنا
متفقين، نختم ما بس حدش عشان يزعل الناس الحقيقة. تشوفك بتختم الحلقه وانتصاق سليم، وبعدين نتفق مع بعض. شكرا استاذ فراس، الله يخليك. نورتنا وبنشكرك على اسمتك، وبنشكر حضراتكم على مشاهدتكم الكريمه، وان شاء الله نلتقي قريبا في حلقه جديده من كلام جرايد. السلام عليكم. قناة